يا صباح الورد، يا صباح السعادة، يا صباح التفاؤل على أحلى متابعين في الدنيا، متابعين يوميات دودو، إزيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير ويومكم معطر بذكر الله. تعالوا نسمي بسم الله ونشوف الجمال ده هنعمله مع بعض من الألف للياء أكل مصري في الصميم، ملوخية خضرا وكمان المحشي وكمان لحمة حاجة كده من الآخر، وإزاي توفري في الوقت وكمان في المجهود. بسرعة حط لايك وحلة كبيرة على البوتاجاز يا شاطرة وضيفي فيها ملح، وكمان يعني معلقتين 3 كده من الملح وكمان نص معلقة من الكمون عشان خاطر الغازات اللي بتبقى في الكرنب. وعندي الكرنبة ما شاء الله لا قوة إلا بالله كبيرة وحلوة ومدورة زي ما انتوا شايفين، وكمان فرغتها من قلبها زي ما انتوا شايفين. انا قلت طبعا بقى ايه، نظرا للوقت ونوفر كمان من الوقت، بقلبها كده الاول بحطها على العروق بتاعتها كده. مفيش يعني لمدة اقل من دقيقة وبعد كده برجع اقلبها، وبرضه بستنى عليها مفيش اقل من دقيقة وبعد كده بسحب ورقة ورقة بكل سهولة زي ما انتوا شايفين. لو انتي اول مرة تشوفي قناتي اشتركي معايا في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، ودعميني بلايك وكومنت حلو منك. وزي ما انتوا شايفين كده انا طبعا جايبه صينيه على جنبي وببتدي اسحب بالمعلقتين، زي ما انتوا شايفين كده. وخلصت اول كرنبايه دي ما شاء الله لا قوه الا بالله. تاني واحده، لا اصل انت هتعملي كرنب لازم تعملي الحاجه صح الصح، ما تعمليش حاجه قليله، اعملي كتير وروقي دماغك. عندي ما شاء الله الورق ورقه من ورقه لحاجه، مهريه ولا اي حاجه في الوقت ده وانا بسلق الكرنب. كنت باعمل الخضرة، بانقي الخضرة المشكلة بتاعتي، ده الكزبرة. عايزة أقول لكم أنا وريت لكم إيه الخضرة، لإني الخضرة دي كنت مبسوطة منها جدًا، جاياني لسه من الزرع عليَّ حالًا، يعني مش جايباها من عند بتاع الخضري لأ، أنا جايباها من صاحب الزرع نفسه. واحدة عندنا قالت لي ده أنا ساكنة في مكان فيه زرع وكده، جابت لي الخضرة دي. عايزة أقول لكم ريحتها تحفة، جابت لي ملوخية وجابت لي كمان ال آمم الشبت والكزبرة والبقدونس وكمان الكرنب، يعني جاي من الزرع من الغيط عليَّ حالًا. عايزة أقول لكم كنت مبسوطة جدًا، وفعلًا الحاجة طالعة كده ريحتها فيها وحلوة أوي، أوي، أوي. تمام، بانقي كده زي ما قُلت لكم الخضرة والشبت كده والكزبرة، وهاحطهم بقى إيه، يتغسلوا. تعالوا بقى للملوخية برضه كانت جميلة جدًا، تعالوا شوفوا، بُصّوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ريحتها ملوخية كده بتفكّرني بالبلد عندنا لمّا كان الواحد كده بيجيب الحاجة من الزرع. بجد والله العظيم عملت لي طاقة إيجابية، عايزة أقول لكم ما طلعتش من المطبخ غير وأنا مخلّصة. بُصّوا هي حاجة سهلة وبسيطة أهي، بس سبحان الله بتفرق مع الواحد. بُصّوا الملوخية جميلة وحلوة أوي والله العظيم وكان طعمها تحفة. بابتدي كده بُصّوا، العيدان بتاع الملوخية من تحت كده عشان بتبقى كلّها طينة بقى وتراب وبتاع. وهنا باورّيكم إن أنا ما بارميش الخضار، الست طبعًا مربية فراخ وبَط وحاجات من دي، فأنا ادّيت لها كده الحاجات اللي هي اتبقِت من الخضار. طبعًا هنا كنت فرَمت 4 بصلات كبار مع قرنين فلفل، وكمان باورّيكم الصلصة اللي أنا كنت مطلّعاها. هنا جِبت بقى إيه، سمّيت بسم الله وجِبت حلة حلوة كده وحطّيت فيها حبّة زيت، حبّة زيت حلوين. وبتقطّعي إيه يا دودو؟ باقطّع حتّة ليّا. لو ما عندكيش ليا تنفع حتة من الدهنة دوش أو بتتقال بوش، لأ بس هي دوش، من عند الجزار ممكن تقولي له وأنتِ بتقطعي اللحمة يدّيكِ حتة بتدّيكِ برضه نفس الطعم. أنا باعمل المحشي بزيت وبلية بس، ودول 4 بصلات عليهم قرنين 3 كده من الفلفل الحامي. أنا باحب المحشي طبعًا spicy. وهندّي لهم تقليبة، وزي ما قُلنا كنت مطلّعة كيسين كده من الصلصة تفُك شوية معايا. هادبِّل بس البصلة اللي متابعني إن أنا ما باحمّرش البصلة بتاعة المحاشي، أنا بادبِّلها بس، أهي كده. عايزة أقول لكم والله حرفيًا ما طلعت إلا وأنا مخلّصة، ده أول كيس وده تاني كيس وكانوا كويسين جدًا للكرنبتين. عايزة أقول لكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله الخلطة على قد الكرنبتين بالضبط. غطّيت عليها بقى وسِبتها تفُك براحتها وتتسبِّك، لسه ما ضفناش لا ملح ولا بهارات للمحشي ولا أي حاجة. جيت بقى هنا الخضرة كنت غسلتها غسلة كويسة جدًا وصفّيتها، وابتديت زي ما أنتم شايفين كده أقطّعها.
أنا كنت مبسوطة جدًا وكان عندي طاقة إيجابية جدًا زي ما قُلت لكم من الخضار. الخضار كان جايني فريش مش دبلان، ما شاء الله بجد تسلم إيديها، جابت لي الحاجة حلوة أوي. ومن هنا ورايح بجد يعني هاجيب الخضار بتاعي كلّه من الست دي، أكلمها في التليفون وهي جاية المكان اللي أنا فيه هتجيب لي الحاجة كده من الغيط على طول، من الزرع عليَّ على طول. ريحة الخضرة كانت ضاربة في مناخيري، عايزة أقول لكم تحفة، وفعلًا الأكل طالع حلو أوي، غير ما أنا كنت باجيب الخضار من عند بتاع الخضار، سبحان الله. أو الغيط بتاعهم بقى أو الزرع بتاعهم حلو ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك. حلو أوي. طبعًا هنا أنا قطّعت الشبت وهاكمّل بقى تقطيع، وجِبت بولة كبيرة عشان خاطر أقلّب كل الخضرة آآ في بعضها. طبعًا عندي هنا الصلصة هابتدي حطيت هنا كده فلفل أسود وكزبرة سِنّة صغيّرة من ال7 بهارات، وده ملح بشطة. وبس أنا ما باحطش دي الشطة، ما باحطش أي حاجة تاني تسبيكة المحشي، وهادّي لها تقليبة وهي ما شاء الله عليها أصلًا متسبكة. هابتدي أنزل بقى بالخضرة بتاعتي، وهيتبقى معايا خضرة كمان هاحطها في كيس واعينها في الفريزر لوقت تاني. وكنت غاسلة كده كيلو وربع من الرز، غاسلاهم مصفياهم، وابتديت أقلّبهم كده وما شاء الله بُصّوا الخلطة جميلة جدًا، ريحتها فظيعة جدًا. أنا ما باحطش حاجة غير البهارات اللي أنا قُلت لكم عليها، ملح وكزبرة وفلفل أسود وكمون. بس طبعًا بتكتّري بقى في الفلفل الأسود والكمون والكزبرة، وسِنّة صغيّرة من ال7 بهارات. و خلاص بقت خلطة المحشي معانا جاهزة. تعالوا بقى نقطّع تقطيعة سريعة وسهلة وتخلّي لِك الصوابع كلّها واحد. باتني كده زي ما أنتم شايفين، عايزة أقول لكم الصورة معبّرة أكتر من الكلام. الورقة و3، 4 ورقات كده، وبتبتدي تقطّعي العروق بتاع الكرنب، وبتقطّعيها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. أهي تاني 3، 4 بقى ورقات بسرعة، بسرعة، والله العظيم حرفيًا أنا ما طلعت من المطبخ غير لمّا خلّصت. أهو. وبتبتدي بالسكينة كده وتجيبيها على جنب، بُصّوا سهلة جدًا. لو عندِك بقى عايزة أقول لِك 100 كرنب هتقطّعيهم بسهولة جدًا، تخزّنيهم بقى أو أي حاجة، بس لسه شوية على التخزين. نفس النظام بتحطّيهم بقى على بعض كده وتقطّعي بقى التقطيعة اللي أنتِ عايزاها، الورقة تقطّعيها على 3، تقطّعيها على 4، دي حسبِك أنتِ، حسب ما بتحبّي الصباع، وسط، صغيّر، كبير، رفيّع، دي بتاعتِك أنتِ. بُصّوا ما شاء الله لا قوةً إلا بالله، كنت خلّصت بقى الكمية الكرنبتين أهو، الله أكبر، الورق كُلّه قدّه بعضه. بُصّوا الجمال. وعندي بقى التسبيكة جاهزة، وكمان كنت خ خز خز غسلت الملوخية، وهنا بقى هنلِف المحشي الأول. دي الحلة اللي أنا عملت فيها التسبيكة، باجيب فيها معلقتين 3 كده من الزيت، والعروق بتاع المحشي عايزة أقول لكم بتبقى زي العسل وبتتاكل برضه. في قاع الحلة كده، وبُصّوا الخلطة الجميلة، باخد في طبق كده، مش باجيب الطبق كلّه اللي فيه الخلطة، لأ، حبّة بحبّة كده، وهابتدي هالِف. أنا بالِف بكذا طريقة، يعني مرّة بقى على إيدِك، لو حابة اللفة دي أهي. عايزة أقول لِك والله العظيم فعلًا الفيديو موضّح عن ما أنا ما أتكلّم يعني. وفي كذا طريقة للَّف، اللَّفة طبعًا اللي تريّحِك لفّيها. بُصّوا ما شاء الله لا قوةً إلا بالله، عندي صوابع المحشي كلّها مقاس واحد. ليه؟ من التقطيعة الجميلة اللي إحنا قطّعناها. يعني وأنتِ واقفة كده بتسلقي الكرنب، ما تستنيش إن أنتِ تخلّصي، لأ، باعمل التسبيكة وأنا باسلق الكرنب. خلاص خلّصت التسبيكة، باقعد بقى أنقّي الخضار، أغسل الرز، يعني اشغلي ما تعمليش الحاجة وتُقفي جنبها، لأ، اعملي كذا حاجة في نفس الوقت. وادي المحشي بصوابعه، عايزة أقول لِك تحفة، صوابع زينب بجد، مش صوابع محشي. بُصّوا الجمال. دي بقى طريقة تانية للَّف كده، اللي هو ترصي الورق قدّامِك وتحطّي عليه خلطة المحشي وبتلفّي. بُصّوا أهي تاني، الطريقة بقى اللي أنتِ حاباها واللي مُريحة على إيدِك اعمليها. طبعًا الكلام ده لبناتنا الحلوين اللي لسه بيتعلّموا يدخلوا المطبخ.
كل حاجة سهلة وبسيطة، سمّي بسم الله وصلّي على رسول الله وادخلي على الحاجة بقلب جامد. ودي بقى ممكن تعملي زي ما أنتم شايفين كده، لو الورقة طويلة بتبتدي تفرديها قدّامِك وتلفي وتقطّعي منها على طول. بُصّوا الجمال، كل الصوابع ما شاء الله كإنِّك عاملاهم على مسطرة. هنرُص بقى وهاكمّل أنا بقى مع نفسي كده على طول، بس طبعًا لَف المحشي أنا قعدت له، لأ لفّيت المحشي وأنا قاعدة، أهو. وزي ما قُلت لكم كنت غسلت الملوخية ومخلّيها تتصفّى بقى كده على مَصفى. هاعمل معاكم تاني كده، بُصّوا الجمال، سهلة وبسيطة والورقة ما شاء الله زي ما قُلت لكم مقطّعاها كويس، فكل حاجة ماشية زي الفل. هو فعلًا اليوم الحلو بيبتدي من أوّله، وابتدى بالخضرة الجميلة. هنا كنت خلّصت ما شاء الله الحلة، باجيب فلفل spicy كده، ده لو حابة بيدّي طعم وريحة حلوة أوي للمحشي، ودول بقى كام معلقة كده من الزبدة البلدي، تمام، يدّوا اللمعان اللي أنتم شفتوه في أول الفيديو ويدّيكِ طعم حلو أوي. مش أنا قُلت لكم بقى أكل مصري صميم، زي أمهاتنا زمان وجداتنا، طبعًا دي معلقتين من الصلصة وعليهم شوربة، الشوربة دي بتاعة لحمة طبعًا متضبّطة البهارات بتاعتها والملح بتاعها، وحطيتهم عليهم كده وجيت على البوتاجاز زوّدت شوربة تاني، أهو بتسيبي سَنتي بس قبل المحشي، وهتوطّي عليه وتسيبيه بقى براحته. دي الملوخية الجميلة اللي كانت عاجباني، جِبت الصينية بتاعتي وفرشت عليها فوطة، وكمان ابتديت إن أنا أقطّف الملوخية. أنا بُصّوا على قديمه، يعني ما باحبش الحاجات الجاهزة اللي هي المفرّزة بصراحة، أنا باحب الحاجة الفريش اللي أعملها كده على إيديّا. هنا بقى كانت خلاص نشفت ما شاء الله، جِبت 5، 6 فصوص كده من التوم، وكمان نُص قرن فلفل spicy لو حابة، بس التوم أساسي. وتبتدي تسمّي بسم الله وبالمخرطة الحلوة ولا كَبّة ولا أي حاجة، أنا باقول لِك أنا شغّالة على قديمه، باحب الحاجات اللي أنا اتربيت عليها وطلعت عليها، بصراحة ما باحبش الافتكاسات بقى بتاع الكبّات، مهما أنا جرّبتها ما عجبتنيش خالص في الكبّة. وكنت خرطت الملوخية، طبعًا أنا الملوخية دي مش هاعملها على مرّة واحدة، باعمل نُصّها واللي بيتبقى باعينه عندي في كيس وبينفعني لوقت تاني في الفريزر وما باضيفلوش أي حاجة. تعالوا بقى للحمة، أنا مش هاقدّمها مسلوقة، أنا باعمل جرّبي بقى اللحمة لو عندِك عزومة والّا أي حاجة حتى لو مش محشي عندِك اللحمة مسلوقة، جرّبي تعمليها بالطريقة دي، بصل شرايح كده وكمان قرن فلفل spicy لو حابة وممكن رومي وممكن ألوان، بتتبّليهم وبعد كده بتنزلي باللحمة، طبعًا مصفّيها من الشوربة وكل حاجة، بتنزلي كده على البصلة، وتدّي لها بقى تقليبة. عايزة أقول لِك والله العظيم ما هيتبقى لو فيها دهنة أو حتّة ملبّسة أو أي حاجة، هتتاكل برضه من جمالها ومن حلاوتها. طبعًا كنت مقطّعة 6، 7 فصوص من التوم كده شرايح صغيّرة، ضفتها برضه عليها، وهنا هاحُط على اللحمة فلفل أسود وسِنّة صغيّرة من الكمون وملح، بس مش أكتر من كده. أهي، وهادّي لها بقى تشويحة، أسيبها بقى تتطعّم من البصل والفلفل والتوم. عايزة أقول لِك جرّبي اللحمة بالطريقة دي وهتدعي لي. وهنا المحشي كان خلاص ما شاء الله بيتشرّب وكان جميل جدًا، وجهّزت الحلة للملوخية الخضرا. عايزة أقول لِك جرّبي كمان طريقتي في الملوخية الخضرا هتدعي لي، بتبقى سُكّر كده يا سُكّر. عندي هنا بقى الشوربة طبعًا على حسب ما أنتِ عايزة، ضِفت عليها نُص معلقة من التوم المفروم اللي فيه فلفل spicy، وطبعًا ضِفت كمان سِنّة صغيرة من الكزبرة. الملوخية سواء ناشفة أو خضرا، سو يعني سرها في طعامتها وجمالها هي الكزبرة. وهنا ضِفت كده بعد ما غليت، ضبطت طبعًا الشوربة الملح وكل حاجة، ما أضيفلهاش حاجة الشوربة بتاعتي. ما شاء الله عندي الشوربة دسمة وجميلة. نزلت كده بعد ما غليت، نزلت بالملوخية وبتفضلي تقلّبي لحد ما بتبقى بالقوام ده. أول ما بتقوم معاكِ بالغليان بتروحي طافية أهو، أول ما بتقوم كده معاكِ بالغليان بتروحي طافية خلاص عليها، ما تسيبيهاش بقى لمّا تفضل تغلي معاكِ تسقط وتسوَد وتبقى مش حلوة. ما شاء الله تفضل معاكِ من أول حبّة لآخر حبّة لونها أخضر وجميل جدًا. وهنا اللحمة كنت باقول لكم بقت تمام التمام، وكده هنعمل طشة الملوخية، معلقتين 3 كده من الزبدة
الزبدة البلدي أو السمنة اللي موجود عندِك اعم ضيفيه يعني. ومعلقة كده، معلقة ونُص من التوم المفروم، على برضه سِنّة من الكزبرة، وكمان الفلفل الspicy أو الرومي براحتك، بس طبعًا الspicy بيدّيها طعم حلو أوي وما بيبقاش باين فيها إن هو مش بتبقى spicy ولا حاجة. يا دوب بس تبقى لونها الجولد ده اللي هو الأصفر الجميل ده، وتروحي سميّة الله وتروحي نازلة على الملوخية، وأحلى شهقة ملوخية، وتنزلي كده أهو بكُبشة كده في القلاية بتاعتِك وتنزلي. بُصّوا ما شاء الله ليها عرق وجميلة جدًا، بُصّوا لونها، والله طبعًا عشان البخار فلونها مظلوم في الكاميرا. ودي طبعًا اللحمة الخطيرة، وطفينا خلاص كده على الملوخية بقت جاهزة معانا، والمحشي كان طلب الأكيلة. بُصّوا الجمال، استنوا أورّيكم بقى المحشي الجميل. بُصّوا الله أكبر. الفيديو النهارده محتاج منكم بجد شير كتير ولايك كتير وكومنت حلو منك، وتجربي بقى طريقتي، وزي ما قلت لك ما تستنيش ان انتي بعمل محشي ده غلبة ومش عارفة ايه. طبعا انا هنا خلاص بقى هنغرف بقى الاكل الجميل بتاعنا كده في سيرفيس، ونقدم بألف هنا وشفا. دي بقى اللحمة الخطيرة بتاعتنا، وكمان المحشي، وكمان الملوخية. عايزة منكم دعوة حلوة، ولو استفدتوا من الفيديو لايك وشير وكومنت حلو منك. وزي ما قلنا بسلق الكرنب، تروحي ايه عاملة التسبيكة. عملنا التسبيكة، تقطعي الورق ولف يا شاطرة، وعملتي أحلى شوية أكل لولادك. طبعا أنا كافئتهم النهاردة عشان كان عندنا امتحانات. ودي الملوخية ولونها الجميل، بصوا الله أكبر عليها، لا مسقطة ولا أي حاجة. طبعا كنت بدوق المحشي كالعادة. بصوا الجمال. وهاجيب كمان طبق زيتون حلو من اللي إحنا عملناه، بُصّوا جماله وحلاوته، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بألف هنا وشفا وسلام عليكم.